السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها سودوكو سولفر. البروبلم دي صعبة وسهلة في نفس الوقت. هي صعبة كفكرة ان ازاي نحل البروبلم اصلا، ولكن لما نفهمها ان شاء الله هتبقى سهلة خالص. يقول لي write a problem to solve a Sudoku puzzle by filling the empty cells. المطلوب سهل هنا، عايز الجوريثم معينة نكتبها بحيث لما يدينا بورد سودوكو زي ده مثلا نحله نرجعه له محلول. وطبعا قواعد السودوكو زي ما قلنا المره اللي فاتت، كل رو هيبقى فيه ارقام من 1 ل 9 بدون تكرار، وكل كولوم هيبقى فيه ارقام من 1 ل 9 بدون تكرار، وكل بوكس او مربع 3 في 3 هيكون فيه ارقام من 1 ل 9 بدون تكرار. وجايب لنا هنا مثلا اول اكزامبل اهو، والكونسترينتس ما فيهاش حاجه قوي، فنخش على الحل على طول. وبيقول لنا برضو اخر حاجه هنا it is guaranteed that the input board has only one solution. ويعتبر كل بوردات السودوكو بتبقى كده دايما، هي بيبقى ليها حل واحد بس. فالحل هيكون عامل ازاي؟ نفكر كده مع بعض الاول، الانسان او البني ادم بيحل سودوكو ازاي، ونشوف الكمبيوتر ممكن يحله ازاي. احنا لما بنيجي نحل سودوكو بنشوف المربعات الفاضيه ونشوف ايه الارقام اللي ممكن تدخل في المربع ده. مثلا لو انا جيت ابص على المربع ده، المفروض لو جربنا هنا 1 بعدين هنا 2 بعدين هنا 4 هيفضل هنا 6. مش هتنفع. ليه؟ لان انا عندي 6 في نفس المربع ده، فحاجه في الاحتمالات اللي انا حطيتها في الاول هنا مش هتنفع. طب اعمل ايه ساعتها؟ ارجع واجرب حاجه ثانيه وهكذا. دي طريقه حل، دي هتبقى طريقه حل الكمبيوتر. البني ادم في الطبيعه بيشوف مثلا تقاطعات، نشوف التقاطعات كده، نشوف ايه مثلا الحته اللي يكون فيها رقم واحد مفيش غيره ونحطه، او نجرب كذا حاجه مع بعض. دي بتبقى طريقه البني ادمين. طبعا ما تنفعش مع الكمبيوتر قوي لانها بتبقى طريقه محتاجه انتويشن شويه، مش طريقه سيستماتيك قوي. انما الكمبيوتر لازم محتاج له طريقه سيستماتيك. الطريقه السيستماتيك ايه؟ نفضل نجرب ارقام، ولو لقينا عند خانه ما عادش في اي ارقام تنفع خالص نرجع لورا ونجرب ارقام تانية، وهكذا نفضل نعمل ده كل مره لغايه لما البورد يتملى كله ارقام خالص. حاجه زي دي هنعملها ازاي؟ عايزين نشوف الاول لما نحط رقم في خانه معينه نتشيك الاول ان الرقم ده ينفع يتحط في الخانه دي. بمعنى نشوف ان الرقم ده مش موجود في نفس الصف بتاع الخانه دي، ولا في نفس العمود اللي في بتاع الخانه دي، مش موجود في نفس الصف بتاع الخانه دي، ولا موجود في نفس العمود بتاع الخانه دي، ولا في نفس البوكس او اللي هو 3 باي 3 بوكس ده بتاع الخانه دي. اول تشيك بتاع الرو هنلوب من اي بتساوي 0 ل 9، واف البورد وفي الرو بنلف في نفس الرو، فهنلف الرو دي كولوم كولوم، لان احنا لما بنلف على عناصر رو فاحنا بنلف من الشمال لليمين كولومز. لما بنلف في الكولوم فاحنا بنلف من فوق لتحت روز، هي بتبقى ماشيه بالعكس كده. هنلف في عناصر الرو دي بالار، لو واحد فيهم هو النم رجع لي فولس، لان كده الرقم موجود فاز فاليد، كده المفروض ترجع لي فوق. طب الكولوم نفس الكلام هنا، اف البورد الاي وكولوم ايكوال النم، لو اي عنصر في الكولوم اللي انا عنده دلوقتي ساوى النم رجع لي فولس. طب في البوكس انا هبقى مديله البورد كده كده اساسي، والرو والكولوم والنم. انا ببصي له البورد لانه هنا البورد هي متبصيه للسولف سودوكو، فهي يعتبر بالنسبه لها لوكال فاليو، لازم ابصيها بقى للاس فاليد بحيث تكون شايفاها. في جزئيه بس خاصه بالكود نفسه يعني كبيزكس بتاعت البرمجه عموما. والرو والكولوم دول اللي هبصيهم لاس فاليد لانهم هيتغيروا كل شويه. والنم برضو ده الرقم اللي انا هتشيك عليه اصلا قبل ما احطه هل هو فاليد ولا لا. من الرو والكولوم انا اقدر اعرف انا في انهي بوكس ازاي. اقوم قاسم واخد الفلور والنتيجه اضربها في 3. اشمعنى الحسبه دي؟ الحسبه دي دايما هتديني يا 3، الحسبه دي دايما هتديني يا 0 يا 3 يا 6. نجربها مثلا، لو انا عندي الرو عند 2 على 3 الفلور بتاعها هيبقى بزيرو، مضروبه في 3 بزيرو. طب الرو عند 5 مثلا، 5 على 3 هتبقى 1 وفك، الفلور بتاعهم 1 مضروبه في 3 ب3. طيب الرو مثلا اقصى قيمه خالص ب 8، ال9 ما تنفعش. 8 على 3 هتبقى 2 وفك، مضروبه في 2 هتبقى ب 8 على 3 هتبقى ب 2 وفك، مضروبه في 3 بعد ما ناخد الفلور بتاعها ب 2 3 هتبقى ب 6. فهي دايما هتبقى يا 0 يا 3 يا 6. 0 دي بالنسبه مثلا للروز فده اول صف من البوكسات خالص، 3 ثاني صف من البوكسات، 6 ثالث صف اللي هو اخر صف خالص. نفس الكلام مع الكولوم، لو 0 هيبقى اول عمود من البوكسات، طب لو 3 ثاني عمود من البوكسات، طب لو 6 ثالث عمود من البوكسات، وهكذا. فلما اجيب الار بوكس مع السي بوكس اللي انا حسبتهم هنا هيديني المربع اللي انا هلوب فيه بالظبط. طب هلوب فيه ازاي؟ اجيبه احطه كانيشال فاليو للاتريتور بتاعي، واقول ان الاتريتور ده اصغر من، في حاله مثلا الروز هتبقى ار بوكس
زائد 3، لان دايما الليميت بتاعنا فيهم هيبقى ازيد من الرقم ده ب3. لو انا مثلا الار بوكس بزيرو هيبقى الليميت بتاعي 3، طب لو هي ب3 الليميت بتاعي هيكون 6، لو هي بادئه من 6 يبقى الليميت بتاعي ب9 وهكذا. ونفس الكلام في السي بوكس بالظبط. ماشي، كل لفه بقى من دول هشوف انا حددت اهو البوكس اللي انا فيه، هشوف لو اي عنصر من عناصر البوكس ده او النم رجع لي فولس. بعد كل ده لو مفيش ولا مره رجع لي فولس رجع ترو، لان خلاص ولا واحده من دول اتحققت، فاكيد ريتيرن ترو لان كده 100% فاليد حتى الان يعني. لان برضو ما اعرفش هل هو فاليد 100% بالنسبه باقي البورد يعني لما احط باقي الارقام ولا لا. ده بقى اللي هنعرفه من الالجوريثم اللي كاتبينها. احنا هنلف عنصر عنصر، الاي من 0 ل 9 والجي من 0 ل 9، وهنشوف الايتم اللي احنا عنده اي وجي بيساوي دوت ولا لا. بيساوي دوت هنا معناها انه فاضي، مفيش رقم موجود يعني. طيب لو مفيش رقم موجود ساعتها بقى نلوب على الارقام اللي هنجربها من 1 ل 9 وهنحولها لسترنج، لان هو شغال هنا الاليمنتس اللي جوه البورد كلها سترينجز، كلهم هنا سترينجز، فنشتغل بنفس القواعد بتاعته. نحط اف كونديشن هنساله النم اللي احنا عنده ده فاليد ولا لا، باصينا للاز فاليد مع الاي والجي. لو هو فاليد حطه في البورد اوف اي وجي. طيب هنا بقى الحته اللي اتلخبط شويه، احنا حطينا هنا اف كونديشن ثانيه بسولف سودوكو اللي هي الاصليه هنا. طب دي فايدتها ايه؟ دي فايدتها انه هيرجع يلوب من الاول تاني، او مش يلوب، هيدخلني ريكيرجن انه يبدا الفانكشن من الاول تاني. فلما يبدا من الاول تاني احنا هنا الرقم اللي مليناه قبل كده ملا دلوقتي مش هيحقق الكونديشن دي، فنقوم ناقلين على الرقم اللي بعده ونحط له رقم فاليد وندخل لثالث مره السولف سودوكو دي، وهكذا نفضل نلف كده لغايه ما في لفه من اللفات بتاعت سولف سودوكو دي هتبقى انفاليد او هتبقى فولس. يعني لما تبقى فولس او يعني الكول بتاعها في الستاك لما ما تدينيش ان الرقم ده فاليد، لو مره من المرات اللي بعمل لها كول فيها على الستاك على الكول ستاك يعني مفيش ولا رقم نفع، فساعتها نرجع فولس. فلما ارجع فولس ساعتها دي هتبقى فولس. لما دي تبقى فولس ساعتها هنحط الرقم اللي احنا حطيناه من شويه النم، بدل ما هو كان بنم نرجعها تاني دوت. طب ليه؟ ما هو انا كل الكول ستاكس اللي انا قاعد ارصهم فوق بعض دول لما الاقي في مره من المرات فيهم ما عادش فيه اي رقم ينفع خالص، فساعتها بقى ايه؟ هيبدا يرجع. الحته دي اسمها باك تراك. اللي انا بعمله هنا باك تراكنج، بحيث لو في مره من المرات لقيت ما عادش فيه اي بليسمنت تنفع خالص، فساعتها بقى ايه؟ ابدا ارجع لورا، ارجع خطوات لورا وجرب ارقام تانية وكمل فيما بعدها وهكذا. الموضوع يبان احسن بحاجه فيجوالايزد قدامنا. ممكن حاجه زي دي تبين اكتر الموضوع. هي بس سريعه شويه، بس ممكن ان شاء الله اقوم منها. ملا هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا ملا برضو هنا ما عادش في ارقام، فجرب يمسح دي، مسح دي، مسح دي، بعدين مالي رقم هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا لغايه لما الصف ده اتملى. هي سريع شويه بس يعني ان شاء الله تلقطوا الفكره نفسها. بيفضل يملى الارقام ويجرب كل الاحتمالات. لو في عند لفه من اللفات لقيت ان ما عادش فيه ولا احتمال نافع، فساعتها ارجع لورا واجرب املى ارقام من الاول وجديد وهكذا. وما زال لحد دلوقتي مكمل في الصف ده لان ما كانش فيه نافع ارقام هنا قوي. خلي بالكم ممكن انا كنت كملت الصف ده كان الاحتمالات فيه بالنسبه لي الاول صح، بس لقيته مخلي الاحتمالات اللي هنا في الصف الثاني ده كلها ما تنفعش، كل الاحتمالات حرفيا ما تنفعش. فساعتها رجعت في الصف الاولاني تاني اجرب احتمالات تاني. فهي دي الفكره من الالجوريثم، ان انا بجرب عنصر عنصر سواء بقى كملت الصف ده او لا. انا هجرب عنصر عنصر صف صف لغايه لما الاقي ان البورد كله متوافق مع بعض. لو انا لقيت عنصر بس ما عادش فيه اي احتمالات تنفع فيه، لا ارجع كام خطوه واجرب احتمالات تانية. هو ما زال لحد دلوقتي تاني صف، واول صف رجع له مرتين يعدل فيه حاجات، وقعد في الحته دي كتير للاسف يعني. بس الحمد لله نقل على ثالث صف اهو. الفكره هنا ان هي ممكن تبان بطيئه لانه هو بيفيجوالايز كل خطوه بيعملها هنا، عشان كده برضو هي كده متسرعه شويه. ان هي في الحقيقه اسرع على الاقل 1000 مره من كده يعني. على ما اخلص هنا اول صف الاكسكيوشن الحقيقي هيكون خلص اصلا كل الاكزامبلز اللي محطوطه على الكود. ده مش مقياس لسرعه الالجوريثم نفسها، بس يعني زي فيجواليزيشن كده مبطئ شويه الاكسكيوشن نفسه. نشوف خطوات. احط برضو الفيجواليزيشن ده في الديسكربشن لو حد بيبص عليه. وفي الاخر هنا برضو سولف سودوكو دي بنرجع ترو عشان يعني
دي من الحاجات اللي نعرفه ان حلنا هنا مظبوط، ادانا كل النتائج مظبوطه. من غير دي الحل ما بيظبطش قوي، فلازم نحطها زي ما حطينا هنا برضو دي ريتيرن ترو. بس هو الحل كله برضو زي ما قلنا من شويه هو تكنيك الباك تراك. الباك تراكنج يعتبر شبه الدي اف اس شويه. دي اف اس شويه، دي اف اس كنا تعرضنا له برضو في بروبلم قبل كده، بس الفكره ان الدي اف اس احنا بنتعامل مع تري ونعمل لها ترافيرسال النودز بتاعتها. لا، الباك تراكنج انت وكانك بتبني التري خطوه خطوه، لان احنا هنا لو كاننا ماشيين في تري، التري دي كل مره بناخد ديسيجن معين يودينا لسكه. طيب لو لقينا السكه دي مش نافعه، لا نعمل بقى باك تراكنج اللي هو نرجع خطوه ونجرب ديسيجن تاني، ما نفعش تاني نرجع خطوه كمان ونجرب ديسيجن تاني، وهكذا بنفضل كل شويه نجرب لغايه لما نبني الحل بتاعنا مظبوط. نجرب كده نعمل سبميت. هو الحل للاسف مش اسرع حاجه، 509 ملي ثانيه، واسرع حل هنا 21 ملي ثانيه، طبعا فرق كبير. ولكن يعني الفكره كلها اللي مخليه الحلول دي اسرع حته المانيبيوليشن بتاع البيتس نفسها. بدل ما اعمل فاليديشن على كل العناصر اللي انا ببقى واقف عندها، لا بعمل فاليديشن بطريقه تانية معينه، بالماسكينج بتاع البيتس والكلام من ده زي ما هو عامل هنا، بحيث ما اقعدش اعمل تشيكس زياده عن اللزوم او ملهاش لازمه. يعني لو حد حابب يبقى يبص على الحلول دي، هي معقده حبتين زياده عن اللزوم، ولكن هي اسرع بكتير من الحل اللي احنا عملناه. ولكن الحل اللي احنا عملناه يعني ابسط، مفهوم اكتر. دول يعني ايه اللي حابب يبقى يبص عليهم. فبس كده، شكرا.